هو ايه علاقه الزيت بالجواز؟ لحظه، هو اصلا في علاقه بين الزيت وبين الجواز؟ طبعا. تعال اقول لك. ناجي يونس شاب مصري في ليله راس السنه اللي فاتت قرر ان هو ينزل يشتري طلبات البيت. بيبقى حاجه حلوه قوي لما تلاقي راجل بقى نازل بنفسه وايه، وبس مش هتستغرب لما تعرف ان هو نزل كده عشان هو عايش لوحده، عايش في القاهره وبيشتغل في القاهره، فمقيم لوحده في شقه يعني، فبيشتري هو طلبات البيت. كان القبض لسه نازل بقى له 4-5 ايام، فنزل ليله راس السنه عشان يشتري الطلبات. توقيت عبقري بصراحه. نزل ناجي دخل هايبر ماركت من الهايبرز الكبيره المعروفه والمشهوره جدا في مصر يعني. دخل بيشتري الطلبات بتاعت البيت، تمام. جاب حاجه 2 3 4 5، وكان محتاج يجيب ازازه زيت ضروري، ناقصه زيت في البيت. فبيبص كده راح لقى في عرض موجود قدامه. العرض ده مكون من ايه؟ 20 ازازه زيت، 20 10 وتحتيهم 10 كده، معمولين كده بباكج على بعض، ومكتوب كده جمله بالاحمر بيقول عند شرائك لهذا العرض فانت تساهم في مصاريف زواج ايتام. شعار كده ايه موجود، واضح ان هو اتفاق بين جمعيه خيريه وبين الشركه بتاعت الزيت دي يعني. فهو لفت نظره كده العرض، بص كده قال يا طيب خلاص انا بفكر كده لحظه ايه اشتريه. لا يا عم اشتريه وانا فاتح محل طعميه، اشتري ايه وبتاع. راح طنش سابه وراح مدور. تكلفه العرض ده كان 1500 جنيه، ما يقارب من 1500 جنيه يعني. سابه قال لك انا ادور على حاجه ارخص، دور لغايه ما لقى ايه ازازه واحده كده حلوه لطيفه، اللي هو جاي اصلا جاي عشان يشتري ازازه يعني. واشترى كمان، حتى هو بيقول ايه اشتريت كمان اردأ نوع، انا مش هشتري حاجه نظيفه قوي يعني، كده انا قاعد لوحدي يعني، وفين وفين لما بستخدم الزيت يعني. اشترى الازازه بتاعته، رايح عشان يحاسب عند الكاشير. قبل ما يوصل للكاشير وقف كده لحظه، افتكر بيقول ان انا من كام شهر، في شهر 5 السنه اللي فاتت يعني في 2024، يعني قبل الموقف ده بحوالي 6-7 شهور، ازاي ان الخطوبه بتاعته والجوازه بتاعته اتفركشت، وان ما حصلش نصيب وما اتجوزش بسبب خلافات ماديه بينه وبين اسره مراته. كان الاختلاف على مبالغ ماديه بسيطه جدا جدا وشويه تفاصيل بسيطه جدا جدا، بس هم ما صبروش عليه بسبب ظروفه الماديه الصعبه وايه، وفشكلوا الخطوبه، قرروا هم يفشكلوا الخطوبه. لما افتكر كده راح اتنهد كده وراح ايه قال يا يعني حزن يعني، استدعى ذكرى سيئه عليه يعني. فلما عمل كده افتكر برضو العرض بتاع الزيت، قال طب انا ما قدرتش اتجوز، طب ما انا اعمل ده يعني بنيه ان انا ايه يعني اساعد غيري يعني. انا ما قدرتش اتجوز، ما كانش معايا فلوس، ربنا ما قدرنيش وقتها، طب ادفع 1000 ونص واشتري ازازه الزيت دي، حتى لو طلبت ان انا اوزعها على زمايلي في الشغل يعني مش مشكله، بس ابقى ساهمت في مصاريف جواز الايتام. راح راجع تاني مرجع الازازه الصغيره وراح واخد العرض كله على بعضه اللي هو ال 20 ازازه، هو مش محتاجه. رايح وقف عند الكاشير، مجرد ما وقف عند الكاشير وهو بيحاسب رن كده في الجرس بتاع المكان، في الميكروفون الداخلي بتاع المكان، ان دي فلاش اور، دي ساعه الحظ. كل اللي موجودين على الكاشير الحساب بتاعهم هيدفعوا الهايبر عنهم بمناسبه راس السنه يعني، وكمان هيدفع ثمن الطلبات اللي انت مشتريها. يعني هو دفع، يعني الهايبر دفع عنه الفاتوره بتاعته كامله، سواء العرض اللي هو اشتراه بتاع الزيت او سواء الطلبات اللي هو طالبها الكامله يعني. فانبسط جدا جدا وحس قد ايه ان هو مجرد بس مناوه، ازاي ان ربنا كافئه، وازاي ان ايه يعني جاله الرد الرباني كده في لحظتها. انت نويت خير ففي لحظتها خدت خير. يا اخي سبحان الله، من الحقائق الحياتيه الثابته انك انت مهما شفت ومهما طال الوقت بتتاكد ان جمله زي وهل جزاء الاحسان الا الاحسان هي مش مجرد ايه، لكنها توكيد الهي ان الخير والشر مهما كانوا كبار او صغيرين هيلفوا يلفوا يلفوا ويرجعوا لصاحبهم زي ما عمل. وحشتونا بعد فتره غياب، نتمنى ان شاء الله انه ما يكونش في غياب تاني باذن الله. اتمنى كمان ان الفيديو يكون عجبكم، مستنيين تعليقاتكم ومستنيين رسائلكم ومستنيين مشاركتكم للفيديو دي اللي بتساعدنا ان احنا نوصل لناس تاني اكتر.